السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي، جمهور الرجاء امبارح السطلانة والاحتفال الجميل اللي حصل امبارح من الجمهور اتحاد الكرة المصري، واللي حصل مع محمد صلاح والمعلق علي محمد علي، واللي حصل منه وغرامة الكهرباء. شوية مواضيع هنتكلم فيها سريعا مع بعض. هنبدأها بالجمهور المغربي والدلع اللي هو عمله امبارح. صراحة كان يعني حركة غير متوقعة وجميلة جدا، اللي هو يقعد يقول سطلنا سطلنا لنا ويقعد يدندن. طبعا احنا عارفين لها تحفيلا كله زي اهل الزمالك كده، كل ده تحفيلا على النادي الوداد المغربي. هنا الناس تيجي تقول بقى في التأثير او الرعاية بتاعت النادي الاهلي، والتأثير ايه؟ التأثير واضح يا جماعة، التأثير والله يعني احنا بنتكلم مش وجهة نظر هنا حقيقي. التأثير بتاع النادي الاهلي وجمهوره وقوة النادي الاهلي وقوة اي حاجة ترتبط بالنادي الاهلي لا تأثير جبار جدا. يعني انا واحد من الناس اللي انا ما كنتش متابعها، ما كنتش عارفها اصلا، عرفتها وتابعتها وسمعتها وعرفت بتاعت مين بعد ما طاهر محمد طاهر والشله الجميله بتاعت النادي الاهلي غنت الاغنيه الجميله واستمتعنا فيها مع بعض. فعشان ده اكبر دليل ان قوه جمهور النادي الاهلي او قوه اي حاجه ترتبط بالنادي الاهلي. برضو عايزين نرجع نقول كيفاش عرفوا التيفو بتاع نادي الوداد. الاهلي عمل كونتر جامد جدا، او جمهور الاهلي عمل كونتر جامد جدا على جمهور الوداد، او ان هو عرف التيفو بتاعهم ورد عليهم عندما يوسوس لك الشيطان. الصراحه ده يعني من الانتصارات، احنا حققنا 3 انتصارات: انتصار في المؤتمر الصحفي مع كولر، انتصار الجماهير قبل الماتش، والانتصار بتاع البطوله اللي هو قبل الماتش على جمهور الوداد. وعايزين ناكد تاني وتالت ورابع كل الاحترام كل الاحترام. احنا لا يعني مشاحنات طبيعيه خالص بين جمهور الوداد، بس اهم حاجه الاحترام المتبادل بيننا وبينكم. ده قصه جمهور نادي الوداد. اتحاد الكوره المصري مشكورا ما عادش اتحاد كوره يعني لو جيت سالت مثلا اتحاد الكوره المصري انت ايه هدفك الاول في انك تدير الكوره في مصر، هيبقى الهدف الاول والاخير هو ازاي ناخد اللقطه مع محمد صلاح، ازاي نقدر نستمتع، ازاي نقدر نسافر، ازاي. وفي اخر القائمه هتلاقي خالص ان احنا نحقق انجازات منتخب مصر. ليه يا احمد بتقول كده؟ لان ببساطه امبارح او النهارده عيد ميلاد محمد صلاح، نقول له من هنا كل سنه وانت طيب، ونتمنى لك دوام الصحه والتوفيق والتالق، لانك بجد رافع اسم مصر جامد وعالي جدا. نتمنى لك دايما ترفع اسم مصر بالانجازات اللي انت بتحققها، وترفع علم مصر في كل المحافل ان شاء الله. اتحاد الكره المصري يعني عيد ميلاد محمد صلاح امبارح، دلوقتي في ماتش هتلعب مع السودان يوم 16 تقريبا اللي هو بعد بكره. فيعني انت مش المفروض طبيعي انك بتنزل مصر عشان اليوم ده يعني اللي هتسافر فيه، توصل مثلا النهارده الصبح اللعيبه تريح وبالليل تعمل استشفاء وريكفري والكلام ده كله، وخصوصا تعرف تلحق تعمل تدريبه كامله اللعيبه تقدر فيها تتعرف على بعض، لان التشكيله تلعب بيها تبقى تشكيله جديده خالص، او بالاخر تعيش اللعيبه اجواء المباراه، اجواء اللي انتوا ده ماتش مهم عشان نشوفكم فيه ونقدر نحكم عليكم من خلال هذه المباراه. ولكن اللي حصل غير كده اطلاقا. اللي حصل اتحاد الكوره ادى اليوم فري للعيبه امبارح، قال لهم مش هيسافروا النهارده ان شاء الله، او يعني العصر هيكونوا في الطياره. ادالهم اليوم الفري خالص يا جماعه استمتعوا. اللعيبه خرجت واتفسحت واتدلعت واحتفلوا مع محمد صلاح بعيد ميلاده، وخرجوا بره وجابوا التورته وخدوا اللقطه وخلوا خلى محمد صلاح من الاخر يحب اتحاد الكوره. ليه؟ ان هو من الاخر يعني بيطبلوا له، هو مش محتاج حد يطبل له. محمد صلاح مش محتاج ولا انا ولا غيره ولا اتحاد الكوره يقول له كل سنه وأنت طيب. هو انت احتفل بعيد الميلاد بس اكنه لاعب عادي، احتفل باجواء طبيعيه عاديه، ما يعني مش الاوفر قوي، فاهم؟ اللي هو اما ننزل مصر احتفل بعيد الميلاد بتاع محمد صلاح. بعد كده هو هيمشي اصلا ومش هيكمل معاك المعسكر لانه عنده اجازه، مش هيكمل معاك المعسكر، يعني احتفل بعيد ميلاده وخلاص يا عم شكرا. ولكن لا، احنا لازم نحسس محمد صلاح بقى اللي احنا بنحبه. ليه هم خايفين لا محمد صلاح ماشيين؟ يا جماعه والله العظيم احنا شعب مصري بنحب محمد صلاح اوكي، ولكن بنحب منتخب مصر او قبل اي حد. انت لو طبقت اللوائح على اي حد وجت ضد محمد صلاح، وان شاء الله ما فيش اي حاجه تبقى ضد محمد صلاح، هتلاقي وقت ساعتها ايه الناس كلها يعني لو شافت اللي انتوا بتعملوه صح ولصالح المنتخب ومحمد صلاح هو اللي ضد، لا هنقف مع المنتخب مش هنقف مع محمد صلاح. اكبر دليل الناس كلها مستاءه من صلاح وغضبانه بسبب واقعه عمرو ورده، اما هو اللي مشى ضد وقال لك لا عمرو لازم يبقى موجود، ورده لازم يبقى موجود. وايه اللي حصل؟ خرجنا من دور الثمانيه.
عفوا. خرجنا من دور الثمانيه والناس كلها كان ايه اللي حصل ساعتها؟ الناس كلها كانت متضايقه من المنتخب كلها بلا استثناء. ولكن للاسف الظاهر قدامنا حاليا ان اتحاد الكوره خايف من قوه محمد صلاح ومن سيطره محمد صلاح عليهم كلهم. هما كلهم بيوطوا له عشان هو ياخدهم تحت خاطره، لا اكتر ولا اقل. ده تفسير الوحيد وده وجهه نظري. لكن اللي حصل امبارح الصراحه ما عجبنيش. انا ممكن متحمل على اتحاد الكوره لانه الصراحه مش قادر يعمل اي حاجه لخاطر الكوره في مصر اطلاقا، غير انه بيخاف من محمد صلاح وعلى محمد صلاح اوفر قوي قوي قوي. يعني الواحد معلش يا جماعه بيتابع منتخب الارجنتين ما بيشوفش كده. البرتغال مش ظاهر قوي، حتى لو في كده من جوه بس مش ظاهر قوي. يعني احنا بنشوف الجارد بتاع محمد صلاح ماشيين ورا في الملعب. انا اقسم بالله بحب محمد صلاح جدا جدا جدا، يعني دايما يتحاسب عليه. ولكن الواحد بيحب منتخب بلده اكتر واهم من اي حد. هنخش نتكلم بعد كده عن كابتن علي محمد علي المعلق المصري في قناه بين سبورت. كابتن محمد يعني الصراحه انت عامل زي اتحاد الكوره الصراحه. يعني في ايه يعني؟ دلوقتي تريزيجيه جاب الجول، اسيست صلاح العالمي الاسيست الجميل، شوف وش رجل، شوف استلمها ازاي. في تفويض على فكره مصطفى محمد قبلها جميله جدا، ولا شفت الاسيست؟ شفت في الاخر واحرز هدف تريزيجيه. دقيقتين شفت وفي الاخر تريزيجيه جاب الهدف. ماشي يلا مش مشكله. الكره اللي بعدها مصطفى محمد هو اللي جاب الجول واستلم ولف جسمه مش عارف ايه، عشان حس باللوم. يمكن فتح نت ولا حس باللوم تجاه تريزيجيه فعلا طبل بقى لتريزيجيه. ما استحاله يا جماعه، ما حدش يقنعني ان اللي بيعمل اسيست بياخد اشاده كبيره جدا واللي جاب الجول بياخد شويه صغيرين على قده. ما مش كل الكره اللي ضاعت بصيت لمحمد صلاح، لا الكره اللي بصيت له في ظهره يا عم. يعني اصل محمد صلاح معلش انا اسف يعني مش الاسيست ده اللي هيزوده ولا هو اللي هينقصه ولا تطبيلك اللي هيزوده ولا تطبيلك اللي هينقصه. يا جماعه ما نعلق ونوصف اللي احنا شايفينه، لا احنا لازما يعني الصراحه هي آفة منتشرة اللي هو لازم نبص. احنا بنحبك يا صلاح مش عارف لازم نعمل كل حاجه، نعمل نوطي رقبتنا عشان خاطر كابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح والله اكيد يعني مش محتاج الكلام ده كله يا جماعه. يعني اتعاملوا محمد صلاح انه نجم بوضعه، ولكن بلاش الافوره لانها الافوره بتخلي الناس تقلب عليكم وعلى كابتن محمد صلاح. كل الاحترام لكابتن محمد وكل التوفيق ليه ان شاء الله. كابتن محمد علي اتمنى وارجو منك انك توصف الحدث بس. في ايه ما تقول مثلا لو قدر الله قلت إيه محمد صلاح مش اليوم بتاعه الدي اوف بتاعه مثلا، عادي ايه المشكله يعني؟ عادي لكن اعتقد ان ده حاجه صعبه. اخيرا موضوع محمود عبد المنعم كهربا المحامي التونسي بتاعه بعت زي سؤال للفيفا. انا عايز الحساب بتاع نادي الزمالك لانه يقال ان الحسابات محجوز عليه، فانا عايز ادفع الغرامه. فادفع الغرامه في انهي حساب؟ انا عايز حساب عشان ادفع عليه الغرامه لنادي الزمالك. القرار اللي هو خده المحامي بتاع نادي الزمالك ده علشان خاطر يوقف الطلب بتاع الزمالك المقدم ان كهربا ما دفعش. نرجو من حضراتكم ايقاف محمود عبد المنعم كهربا مجددا. فهو دي كانت خطوه استباقيه من المحامي بتاع التونسي بتاع محمود عبد المنعم كهربا اللي هو انا عندي النيه والفلوس جاهزه وعايز ادفع ولكن مش عارف ادفع فين. بالنسبه برضو للفلوس، الفلوس اتجمعت جزء يقال والله اعلم ده هنا على كما قال الصحفي الاستاذ ابو المعاطي زكي، ده هو اللي جايب التفسيره دي كامله. قال لك الفلوس الضماطي والجرحي ساهموا فيها، راجل اعمال تبع الخطيب النادي الاهلي ساهم بجزء. اللهم صل على حضره النبي. النادي الاهلي ادى مكافاه الجايه لكهربا تجديد عقد كهربا وكهربا دفع جزء. يعني مالناش دعوه بالتفاصيل ديت، ولكن في الاخير ان الغرامه اتجمعت كامله. ونتمنى ان الغرامه تدفع وان شاء الله يعني نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع الكهرباء. اخيرا اسف اخر حاجه نتكلم فيها هي المقر بتاع نادي الزمالك. المقر بتاع نادي الزمالك قناه نادي الزمالك شغاله في شغل عالي ان هو المقر ده اللي هيبقى فيه النقله. انا والله العظيم بجد اتمنى ان المقر ده فعلا يتعمل، هيزود الدخل بتاع نادي الزمالك، هيعلي الايرادات بتاعته، والواحد يعني برضو يتمنى الخير لنادي الزمالك وان هو يكون كويس. ولكن ده وجهه نظر والايام بيننا ديت حركه جديده من حركات المستشار مرتضى منصور، لان زي ما قلت واحد قلاب 2 لودر او العكس مش فاكر الصراحه، هم دول اللي في النادي مش عارف مساحته مش عارف كام فدان. فاستحاله يعني ده يعني هم اللي محطوطين في الوش عشان بس ياخدوا لقطه او ياخد عين اللي رايح واللي جاي، لا اكتر ولا اقل.
والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. في الاخر اتمنى من حضرتك اللايك والتعليق الجميل المحترم وشير لو الفيديو عجبك، وقول لي ايه اللي مش عاجبك في الفيديو عشان نحاول نطور من نفسنا في الايام اللي جايه والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. نتقابل في حلقه جديده مع احمد ايهاب. السلام عليكم.